ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف من القاهرة. قبل ما نبدأ جولتنا، عارفين ان من اكتر من 100 سنة كان اهالينا زمان عندهم اسواق لحلاوة المولد بنفس الشكل ده. ونرجع بسرعة في الزمن، وده كان شكل سوق حلاوة المولد في العباسية في سنة 1908. وده كمان شكل سوق مولد النبي في حلوان بالقاهرة في حوالي 1910. ونرجع تاني للقرن 21، نفس الفكرة نفس الديكور. والمرة دي تاني من سوق حلاوة المولد في شارع السد البراني في منطقة السيدة زينب. كل سنة وانتم طيبين، وعذرا معرفتش اروح شارع باب البحر بسبب الشغل، وبصراحة بسبب ضيقة النفس اللي الواحد حاسسها من حرب غزة اللي كملت سنة. وهي عرايس المولد البلاستيك، اسعارها السنة دي كانت بتبدأ من 75 جنيه وبتوصل ل350 جنيه. واما الولاد فكانوا ليهم عربيات بلاستيك بدل الحصان. حلاوة المولد كانت موجودة بكل شكل ولون، تقدر تعمل تشكيلة كيلو بتبدأ من 45 جنيه لغاية 65 جنيه، حسب يا ترى فيها مكسرات او لا. والحمصية موجودة يا ما اختفتش. وكمان لقيتهم على الرغم هم كانوا مستخبيين زي ما انتم شايفين العرايس والحصان التقليديين المصنوعين من السكر، واسعارهم كانت بتبدأ من 25 جنيه على الى ما فوق على حسب الحجم. ودي كانت جولة سريعة جدا، وربنا ما يقطعها عادة، ونشوفكم في شارع وموسم جديد بإذن الله.